يا ابوينا بدا في مبسمة لولويا يا غو لو فوق الخد ساجما عسى أن يبوس الأبوس صدق قبل ما موت. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين على أمور الدين والدين. تواجد معنا الشاعر الكبير سامح رفاح الكاظمي، والفنان برضه ناصر جمال قرفوش الكاظمي. نحييكم من مديرية المحفد، وبالتحديد من مدينة المحفد، وبالتحديد من منطقة الكبس. نبدأ الجلسة مع الأخ سامح رفاح. طبعا أنت متابعك في نقطة دائما يركز عليها، يقولون جديدة نادر أو وأنا كل غالي يكون نادر. أنت شاعر كبير، وصراحة لك جمهور، وقصائدك جميلة، وأسلوبك جميل، وحضورك جميل في كل المواضع، أصبحت الناس تداولها، الصغار والكبار حتى الأطفال. وهنا الوقت ترد على الجمهور أول شيء سبب غيابك، تظهر فجأة وتختفي. ثانيا ندرة القصائد، ليش تسبب ندرتها وغلتها مع أنها قصائد جميلة، وأي قصيدة لك تصبح متداولة وتأخذ شعبيتها. في البداية يعني جلستنا اليوم تلبية دعوة الإعلامي المتألق مهدي المحفدي، الناقل كل جميل على مديريتنا الحبيبة المحفد، وموثق كل مفيد يخص تاريخنا العريق، وبحضور نخبة من الشباب من أبنائنا لهم جزيل الشكر كل واحد باسمه وصفته. والموهبة المدفونة ناصر قرفوش. أما بالنسبة للقصايد قلت أنا على تأخرها، الدور نادر. شوف الشاعر يتكلم عن الواقع، على الوضع اللي أمامه، وإحنا أحيانا يكون الوضع قدامنا مؤلم وما نبغى نؤلم. قد يكون هذا سبب من الأسباب. جمهوري الحبيب، أصلا ما تعلقت ولمعت إلا بجمهوري، زي جزيل الشكر، وأتمنى من الله أن أقدم له الأفضل والأفضل والأفضل. طيب يا سامح، أول شيء أطلع آخر ما قيل قصائدك، وبعدين بنحاول في القصائد القديمة. طبعا القصائد القديمة تعتبر شيء مميز، وأصبحت لها صار واحد أقلل من البادي اللي هم فيه أنا دايما، وثاني تكلمت كذا على أوضاع فيها تقدر تقول يعني اجتماعية، وفيها من نصح شيء. الأولى قلت أرسم خيالك لقل شوفك وامحيه، وعيد رسمه لقل صورة أصلها، ووصل ملامح وجهه قد كان راعيه قصة غرام العشق حبي بطلها، وصرح مع الهاجي والسجه وابديه حيث انتهت قصة غرامي عملها. أحاول أجمع بعض فكري وألغيه، واشكي عليك أثقال قلبي حملها، واسمع لصوت الليل همسات تدعيه، كأنك تنادي روح تبعث أملها. والفي العالم غير دي كنت ألفيه، وتبدل الدنيا دنيا بدلها. ويا قلب ما لك حق باللي تسويه، دخلتني جبهات كيف أعجزلها، حملت نفسي هم والعقل تبليه، لأعطيتني ترجع وتأخذ دبلها. تبى يطيع القلب ولا يوليه، بينزل منازل ما بعمرها نزلها. صح الله بدنكم جميعا. أنت الأربعة أبو محمد.
شكرا كثير. دبيب النمل يوحش أرضنا لأنه دبيب، أما نميم النمل ما يوحش ولا النمل، وعبره يعتبرها عابر الدرب الصعيب، لا تحتقر الأشياء لأن الصعب السهل. حر الشمس ما هو شيء كما حر الكريب، وفي جهنم حر من يقدر على حمل. سعيد الحظ دي بيعيش على الدنيا حبيب، ويغت في أثر النبي قوله في فعله، يخطي الآدمي لكن لا أخطاء يصيب، وتعلمها الأخطاء كيف الصح في شغل. دعانا في العلن والسر لله المجيب، يا رب لا تنقم بنا وحنا على قفل. يقولون العرب لا جاك لا دارك غريب، 3 له زلات هذا دي مصرح له، وله حق الكرم والعلم والراي الصويب، والجود بالموجود في التفصيل والجمل، لكن القريب اليوم هو الجار الغريب، ولا معك له شيء بتسويه من أجل. توصل ضعفنا للوهن والأمر المريب. رحنا مع الشيطان معزومين في حفله، صلب الأب قتل ابنه بلا أي تحسيب، وأب يقتل بيننا بالقدر من نجل. قلة تنكر المنكر يقولوا العيب عيب، ويحاربون الظلم يقتثوه من أصله. ما هذا قيمنا والمبادئ النسيب، حيشاء على آدم إذا احنا صح من نسله. وسلامتكم، صح الله بدنكم جميعا. صح لسانك الشاعر سامح، كلمات قصائد جميلة وكلمات رائعة. جمال ناصر قرفوش، فنان جمال ناصر قرفوش. يا أخي أنت زعقت العالم وزعقت الناس، يسألوا عنك ويخبروا عنك ويسألون دائما ليش ما يسوي حساب. وين تسوي حساب على الفيسبوك ولا على اليوتيوب خاص بك محبينك. ايش رغبة له؟ هي كذا، لا كذا بس على الماشي. أنا لو طلع معي السلع نسم القلب. أنت يعني صوتك ما شاء الله الناس كلها شهدت به الأمانة. قل لنا بدايتك أنت من متى بديت ترد الصوت هذا؟ أنت تعلمته وين في السمرات ولا تعلمته خاص بينك وبين نفسك ولا؟ لا والله يعني الكثير بيني وبين نفسي لما جلس لحالي، يعني وأنا في المزرعة كنت بلبل عمري دان، طيت بلبلها كذا لي دخلت السمرات هذا، دخلت سمعت الطبل. لازم ياسل القلب اسلوبك تغير، لا ياسل القلب اسلوبك تغير، أنا تغتال حسين ديما جازا قتله، لا إيشا من دين لا عندك وحبيبي، كلما حرم ربي تحل. هو في البداية يقول غلب سيف ما باشي قابل، قبيلي لا دوسي ولا من بيته شكله، أنا أبو العيون الكحيلة دي لاقيته، كمان مقيد بهذل باوذل. أنا لقلك حسين هي من بلد، احنا السبب في الحي دعمله وشغله، لا تهم السكن يا نور عيني، داخل القلب لك مبنيها فل. يعني هذه من القصائد اللي بديت بها بدايتك مع الشاعر الكبير
حسين عوض قعاور. طبعا هذا حسين عوض يهرب علينا. ابو سيف اقول لك في تعليق، علقت انت على ابو سيف الان يعني على الذكر لما قلت حسين عوض ميت فعلا ما يحب الظهور. ايوه شاعر قديم له باع في ميادين الشعر، صارع كبار الشعار من خارج باكازم، يعني يتكلم اسم باكازم، اي شاعر من خارج باكازم كان يخرج له حسين عوض. ألف شكر والتحية موصولة لبوسيف وكل جمهور بوسيف. قال يا سامح، قال فارغني عشيري بس يبغالي مع الأيام اللي قدام على الأقدام سير، الصبر والحكمة على ضيمي تواسيني، من الدنيا وزينتها يكفيني اللي يسير، شليت من كنز الغناء ما يكفيني، يفارقني عشيري بس يبغالي عشير، أسمع صدى صوته وهو غايب على عيني، على الرحمن متوكل بتيسير العسير، والحمد لله الطرق يسرا توديني. فجأة صر في إذني صدى صوته صرير، وبطايصر الصوت وزعاقه يأذيني، فعلا بالتفاؤل أسمع أصواته صفير، صوت البلابل يستمع لما تناديني، بطول الصوت نسمعها ونسمع بالقصير، نسمع صدى يوصل عددها بالملايين، حكم العقل لما شاف من الأعمى بصير، لاقن عقل العقل تتفجر براكيني، عيني عن النهاية كيف يا ربي تصير، يا رب غفرانك وموت العز أحييني. نعم. نغلبه مع الأيام لقدام على الأقدام سير. يا ابويا حلا مع الأيام لقدام، على الأقدام سير، قدام على الأقدام. أنا مع الأيام لقدام، على الأقدام سير، على الأقدام سير، والصبر والحكمة على ضيمي تواسيني، أنا والصبر والحكمة على ضيمي تواسيني، على ضيمي تواسيني. يفارقني عشيري بس يبغالي عشير، أنا يفارقني عشير، بس يبغالي عشير، أنا حلا بس يبغالي عشير، اسمع صدى صوته وهو غايب على عيني، أنا واسمع صدى صوته غايب على على الرحمن متوكل بتيسير العسير، أنا على الرحمن متوكل بتيسير العسير، متوكل بتعسير العسير، أنا والحمد لله الطرق يسرا توديني، ضراغ يسرا تودينا. الأول يا ويا بالي لا بال، لا يا بال يا بالي لا بال يا بال. طبي يجي على ايد الطبيب، أنا طبطبي أيوة يا طب، وطبي يجي على ايد الطبيب، وطبيدي على ايد الطبيب. بخصوص هذا ايش تباني اقول يا طيب؟ انا بخصوص هذا والشبان يقول يا طيب، ايش تباني اقول يا طيب؟ احلى وطبطبي
طبي دعا لعيد الطبيب. بخصوص هذا اشتباني أقول أنا بخصوص هذا الشابان يقول وطي يا يا طيب تطيبني وطيب لو طيب قلبك طيب تطيبني وطيب يا طيبني وطيب. من كل آلام الحياة تشوفني طيب. أنا من كل آلام الحياة تشوفني طيب. طيب حبيبي كل ما تعني أحبك يا الحبيب. أنا أحلى حبيبي كلامك تعني أحبك يا الحبيب. تعني يا أحبك يا الحبيب. فيك اختصرها واحتويها فيك يا حبيب. أنا فيك اختصرها واحتويها فيك يا حبيب. واحتويها فيك يا حبيب. يا حبيب عسى شمسك على أرض المحبة ما تغيب. أنا عسى شمسك على أرض المحبة ما تغيب. على أرض المحبة ما تغيب. لا غيبك أما أنا لك بعد ما غيب. أنا لا غيابك أما أنا لك بعد ما غيب. أما أنا لا بعد ما غيب. ما غيب. سمعت صوت اطلبها منه انت. في ناس الجمال عنده في الموال يروح في الموال قوي في الموال وشغلته شغله لما تخرج المهبز داخله كنز. بالساحل العصر غلان يوزن عليه يخرج بالله ويتقن. جيتني تحتل أحلى مقام أيام لك مقدام له جيش مقدام. يا دانا يا دانا يا دانا داني ندانا يا دانا يا دانا دا يا ابويا ويا بلي حاوى بالي لبال لا يا بالا بالي ليل بالي لا يا ضيعت أحلى يا داني دانا يا دانا نداني دانا داناي ناداني دانا يا داني داني دانا. أحلى وانت يا بدر ضواي أنا أرضانا نرى أنا وقت الليلة ضوى أنا وأنت يا بدر ضواي نار ضانا نرى أنا وقت الليل ضوى أنا وانطفت كل أنا راح بقلبي
أنا دخل القفارات أنا عياشتني باقنا ما كان لنا كأني على نار. كيف عبر أنفاس عقلي دي تنفس عبارة لها متى فجرت في جنتك كلنا. تغيل المعنى. مرض خفايزيل لو انسى همومي والمشاكل والنكد كلها لو يعني مرض مزمن أنا علاقة مستحيل أنا وين الدواء وين المداوي للمرض لا وين الخال لا وين الواد دي ما لا مثيل لا وين الحبيب اللي ملاك قلبي والأمل ولا لأنك يا زمن أنا حملتني الحمل الثقيل أنا حملتني بالحملة جاي ما قطعت شلها لا وقبرتني غضي أنا قضي حياتي بالصميل ألا وحرمتني غالي تمنيت وبوت. الشاعر سامح رفاعة طبعا أنت تحدث عن الوصال وعن الوفاء وعن العيون. الوصال فلسفة هو الطب في الوصل ما دام قمة في الوفاء يوصل لقمة بالوفاء الله بالإحسان توفي الكيل يا وافي. وعن العيون عيونك من عيونك صابني سحر العيون وإن الغزل دي في قصيدي قلت العيون. وعن الجنان جناني دي يريحني ويتعبني جناني وانت بكيفك بس لا ترجع ترجعني. استمع بالحديث عن الحب. حاني الخد سجلت لك على اللوح حاني أدمنت حب الحب حب الروح روحاني. شوف أستاذ مهدي في موروثنا الشعبي اللي هو السمرات في الزواجات صف يا اما ايقاع ولا لا المزمار يختلف لكن الطبول فيه لون جميل فيه يعني بالنسبة لصوت الشعر تحصل عذب الكلام هي مجرد قصيدة واحد شلها صف والصف الثاني يشيل البيت الثاني في شيء كبير من المعنى والمغزى والمبنى بالنسبة للشاعر ولحن جميل جدا ويتقارن عليه الشعار صوت ويتقارن عليه الشعار. فهنا هذا لو تكتمل قصيدة كاملة الشاعر واحد أو حتى المقاراه كاملة تنتقل وتلحن وتدخل عليها الإيقاعات والآلات الموسيقية كاملة يعني كل الآلات الموسيقية هنا بتشوف لمعة. نعم بتشوف حاجة جميلة جدا على مستوى الوطن العربي كامل. الإمكانيات تعتبر سبب رئيسي لكل نعم لكن برضو غياب الجهات المعنية هذا أكبر المعوقات. أنا يمكن تقام بالشكل التقليدي يمكن تقام بأقل التكاليف. أهم شيء لفتة لهذا الفن جواهر مدفون بحاجة إلى مسح قليل من الغبار ما هو شيء حتى صغل يعني
وتلمع. الكلام كثير أستاذ مهدي على عي الشامي. جيتني تحتل أعلى مقامي يا ملك مقدام، له جيش مقدام، من نظامه قد تأسس نظام يشيع عليه. لا قلت قدام طب جرح القلب لو كان دامي، بلسمه هو الطب في الوصل ما دام. ما يحطمني وينثر حطامي، غيبتك لا قلت حطام مر ولا حلو بارد وحامي. عشتها أيام وشهور وأعوام، زينت أيامي وغاية مرامي. أخذت من دنياي أيام وأيام، لك أنا جبنه على عيش شامي. لك أنا ديوان بأوراق وأقلام، لك أنا قناص روسي برامي، وأنت بإبداع رسام. جلسة جميلة وممتعة مع اثنين من نجوم مديرية المحفد خاصة وأبين عامة وأبين والجنوب عامة. الشاعر الكبير سامح رفاع الكاظمي، الفنان الشعبي ناصر جمال قرفوش. طبعا المتابعين أحيانا لما يتابعون زي هذه اللقاءات احنا نعتبرها عفوية، يعني مش قناة رسمية ولا جلسة عادية وفيها الأخطاء وفيها القصور وفيها للأسف بعض المشاهدين يصير لي ينقب إيش في كلمة ولا في جلسة ولا في حركة وهي جلسات عادية طبيعية، اللهم أنا نسجلها ولا هي جلساتنا طبيعية ممكن نجلسها يوميا نجلسها. هذا اللي تسويه أنت أبو محمد، هذه من الكاريزما حقتك الخاصة بك بقيتك. دائما أنت ما تكون جلساتك بسيطة بدون جلسات عادية نفس جلستك دي تجلسها يوميا، هي يحضر كاميرتك وانتهى الموضوع يعني بدون أي طقوس. على سبيل المثال أتذكر في جلسة أنت والشاعر علي هادي، ذكر على دكة كنت جلوس، مريت أنا نالت يعني اشتهرت بشكل كبير وتم تداولها بشكل كبير، وهي كانت جلسة أنا كنت مر ولقيتكم بالصدفة. حتى كنت علي هذه كان أول لقاء لي، وكان أول أنت بالنسبة لك اعتبر أول ظهور كشبه رسمي، كانت لقاء مقاطع. ورحت أعطيكم باقيكم لأن رحت قلت كاميرتي وقاسنا صورنا المقطع المعروف بعض تناقله باسم شعار أبين. جلسة كانت عفوية ومش مرتبة. كانت القصيدة هذه أول ظهور لها، أول ظهور كان للقصيدة هذه حق نعم في هذه الجلسة، في هذه الجلسة. فأنا منون لك جدا ومعهود منك أستاذ مهدي. أنت عدست المحفد بلا شك كما ذكرنا في السابق، ناقل كل جميل موثق كل مفيد. ألف شكر أبو محمد، ألف شكر. وألف شكر لك. طبعا أنا ما صنعت شيء، إنما أنقل موجود، هذه أشياء موجودة، أشياء جميلة موجودة، ولكن ممكن تقول إني سبب تسليط الضوء عليها. ولهذا زي ما قلت تسليط الضوء والاهتمام من قبل الجهات الرسمية له دوره في تنمية المواهب، في إشهارها، في وصولها، في إعطائها حقها، في مواهب في جوانب كثيرة، مش جانب الدان وجانب القناة، في مواهب في جوانب فنية كثيرة عندنا في أبين خاصة وفي الوطن عامة. وإحنا محافظة أبين للأسف عندنا قصور في الجانب في الاهتمام. عندك شبوة، عندك حضرموت، عندك عدن، عندك تعز، عندك مناطق في اهتمام وفي مهرجانات تقام، عندهم إمكانيات وعندهم اهتمام السلطات المحلية. لكن عندنا أبين للأسف التراث والثقافة والفن ما في اهتمام. أكثر فنانين اللي ظهروا في الجنوب خاصة واليمن عامة هم كثيرين من محافظة أبين، سواء على القناة أو التمثيل سابقا وحاليا. أبين فيها مبدعين وفيها فنانين، كل ما يحتاجونه هو الاهتمام وتسليط الضوء. ومن خلال هذه الجلسة، من خلال يمكن اتصل أحد من المسؤولين في المحافظة، مسؤولين الثقافة، مسؤولين الإعلام، يجب التركيز على هذه الأمور والاهتمام بها. سعدنا بجلسة معكم أخ سامح ومع الأخ ناصر جمال، وإحنا طبعا جلساتنا غدا مستمرة، ولكن أعتبرها جلسة رسمية أعطيناها ختام. تحياتي.